ايه اكتر عقبه انت شايفها قدام دكتور السنان انه يوازن ما بين شغله لان هو فيزيكالي صعب وبيأثر خصوصا على الظهر والرقبه، وما بين التمرين، خصوصا لو هو ما عندوش وقت كبير في يومه او لو عنده وقت ضيق قوي انه يعمل فيه حاجه زي دي؟ طب ماشي، انا بصراحه شايف المشكله دي فين. المشكله دي مش عند الاشخاص، يعني مش عند الدكاتره، المشكله دي في السيستم نفسه. ازاي الناس دي طلعت؟ بمعنى لو احنا جبنا الدكاتره اللي هم في سنه اولى وهم لسه ما يعرفوش اي حاجه خالص، هم دخلوا طب اسنان سنه اولى بيدرسوا المواد بتاعه الطب دي، ما فيش اي حد في اي جامعه عمل لهم دايركشننج ان الناس دي لازم تهتم بصحتها. يعني هو ما يعرفش، يعني هو بيتفاجئ قدام، هو عنده بقى 33 35 سنه ان هو فجاه جاله ديسك، ان هو شغلانته دي فيزيكالي ديماندنج قوي. انت لسه قايل فهو بيكتشف ده قدام. فانا شايف ان العقبه مش عند الشخص، هو العقبه عند البريورتي. هو اصلا ما عرفش من بدري ان هو فكره ان هو يهتم بصحته وبجسمه. بجد دكتور السنان يعني محتاج جسم قوي قوي. انا كميه الدكاتره، لا بحكم طبعا انا دكتور اسنان فانا اكيد مرنت دكاتره اسنان كتير. كميه دكاتره الاسنان الميد 30s والفورتيز اللي اعرفهم سابوا المجال ده ككلينيشنز وشفته بقى بيعملها. ها انت معانا اهو، وسابوا القصه دي خالص. طب السبب ايه؟ مش يعني انت مثلا عندك باشن، لا هم سابوه عشان بجد مش عارفين يشتغلوا. ديسك لامبر ديسك او سيرفيكال، ايده بتنمل، يعني مثلا بعد كيس او تو كيسز ايده تنمل. طب هو مش اوير من بدري اصلا ان هو المفروض كان يبقى واخد باله. فذاتس ات يعني. فانا مش شايف ان العقبه عند الشخص قد ما العقبه عنده هو اصلا. المفروض تبقى برايورتي عنده من هو بيبتدي في المجال ده، يبقى فاهم ان شغلانته دي محتاجه فعلا جسمه يبقى قوي. جسمه قوي ات مينز هو محتاج